المرأة تنولد وتكبر تتزوج وتخلف وتخدم البيت وتضحي بحياتها من أجل زوجها وأطفالها، وبالتالي تموت. لما تروح لهناك راح يقولوا له تعالي يا فلانة شنو اللي قدمتي للآخرة؟ تقول له يا رب كنت مشغولة مع زوج، مشغولة مع أطفال، مشغولة بخدمتهم. يقولها ربها أنا ما خلقتك لهذا، إنما خلقتك لتعبدي، خلقتك لتهيئي لوازم الآخرة. هذن الأمور الجانبية أنا ما أقدر أصلي إلا بلقمة، ما أقدر أصلي إلا ببيت، ما أقدر أستقر إلا بزوجة وعيال. هذن لوازم جانبية، فلا تخلون اللوازم الجانبية تأثر على الهدف الأصلي. لا تنشغل بالفرع وتنسى الأصل. هسه أنا أضرب لك فد مثال بسيط للطيفة. يعني يقولون واحد عنده ابن بزمان الحرب جندي، فزوجته قالت له ابنك 6 أشهر ما منا خبر، روح شوف، روح اسأل على ابنك. وين الابن؟ اللواء كذا، الفرقة كذا. وين؟ بالتنومة. سامعين بالتنومة؟ بالبصرة. هسه هو راح سأل، قال لهم وين التنومة؟ قالوا له بذاك الصوب. اجى يسأل على ذاك الصوب، عاف التنومة والشلب وين؟ بذاك الصوب. وين ذاك الصوب؟ قالوا له اركب بالطبقة. عبر وصل هناك، قال لهم وين ذاك الصوب؟ قالوا له ارجع بالماطور. رجع لهالصفحة. قال لهم وين ذاك الصوب؟ قالوا له اركب بالبلم. ركب راح. وصل هناك قال لهم وين ذاك الصوب؟ قالوا له ارجع. رد، وهي 8 مرات رايح جاي لما تعب. تالي رد المرته قال لها 7 بحور عبرت وما وصلت لذاك الصوب. احنا عفنا الاصل اللي هو التنومه وشلبنا بمن؟ بذاك الصوب. فتلقى الانسان من الصبح لليل على من يركض على الخبزه وعلى الهدمه وعلى البيت وعلى السياره وعلى الاولاد، وبعدين نحط راسه ويموت، يشوف نفسه ما واصل. اذن قبل لا يسألوك اسأل نفسك. حاسبوها قبل أن تحاسبوا، ما شكل، وزنوها قبل أن توزنوا. باكر احنا عندنا وزن. الله جل وعلا يقول والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. إذن أنت خلي الهدف الأساس رضا الله، رضا الله. فإذا كان الولد وتربيتك للولد فيها رضا الله ربيه، وإذا ما فيها رضا الله اترك المسألة. أكو قول للنبي صلى الله عليه وآله يقول الكاد على عياله شنو؟ كالمجاهد في سبيل الله. الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. زين، هذا الحديث مطلق لو مقيد؟ مطلق، كل من يكد على عياله هو مجاهد في سبيل الله. لو اكو شروط؟ نعم اكو شروط. إذا كان الولد يصلي وكانت الأم ملتزمة والبنت محجبة ويعملون بأوامر الله، نعم من أطعمهم، هذا في سبيل الله. لكن إذا الولد غير ملتزم والمرأة مبذرة والبنت متبرجة، إشقد ما أوكلهم يزيدون انحراف. أنا جاي أقوي على المعصية، أنا جاي أقوي على الانحراف. فإذا هاي اللقمة اللي تنزل في بطن قاطع صلاة كأنك تشجعه على قطع الصلاة. إذا بالبداية اعمل بأوامرك.